فيه ليه ما تشتري واحد مثل اللواتف؟ والملائكة يقولوا اللهم ثبته على الإيمان. بكى وخربان ولكن بنفق قروشه في سبيلك يا الله، بترك شغله من أجلك يا الله. مرة طلع الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا الصف الأول تبعه، الصف الأول بيصلوا وراه، وإنهم اللي قايله واللي واقع جنبه يوم لد ثلث الصف أو نصه واقع داير، وجوهم صبروا حالته الحالة وإذا متعصر أوائل مذي. قال والله لو تعلمون ما لكم عند الله من الأجر لازددتم فاقة. يعني كمان فوق مو فقر، لا في إشي اسمه فقر وفي إشي اسمه إيش؟ فاقة. إيش يعني فقر؟ فقر يعني يوم إذا تروح تجيب 2 كيلو سكر تتمشكل انت والدكانجي يا عمي بقول لك سجل، خلاص بقول يا عمي سجل امبارح العلي اجى اخذ راس ملفوف، بصير الهوش على راس ملفوف 2 كيلو سكر. الله يقول يا عمي الشهر الماضي ترى ظل عليكم 4 ليرات ما صدق. قال لا بعت ليش مع العلي؟ قال ما بدري انا هذا اللي وصلني، انت مخوني كمان؟ ايه اماني وخيانه. هي الدفتر هو بكون ناسين على ذاك ابو دفتر عليهم مشكلة والله العظيم. بعد سنين العيل جاب هنديك ما جاب لك، رجعت فراطا هذا اسمه ايش؟ فقر. هذا اسمه فقر. لكن في عندك اشي اسمه ايش؟ فاقة. هذا ولا واحد بالريدين بس تقبل عياشين قال يا ولد سكر دكان تخرب خلينا نحن بدوك باخذ المفتاح. يا قال ويش يا جايني الساعة ناس بيجي الساعة 4 العصر سلام. يا قال ويش يا ما في اشي والله فاضي الدكان اخر شهر بتعرف ما في شيء سد صباح الجمعة. قال يا مرة دبر حالك هو شوف هالظرف بلكي في تاريخ سكر. قالت ما في أشته قدامك هيو ظرف الجبته هيو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوية البطق على الباب خير ونبن الجيران وشو؟ قال أبوي بقول وده أجار الدار عن 2 شهر الماضيات. قال يلعن أبوك. وده أخلاق بدور على أخلاق وده صبر ولا صبر يلعن أخلاق في الطرق. كل يوم بطق عبابنا شو إحنا صايرين عمرنا كلهني آخر 3 أشهر عمر إحنا دقينا عليك وش يابا. من مرة بيقول يا زلمة طول بالك ذنب العيها وشو ذنب؟ تعال اسمع تعال في حسين ملبس. قال ملبس مصيب. تعال انا عرض هو من الجوع والبهدله. هذا شو اسمه؟ فاقة. من أصابته فاقة من أصابته إيش؟ فاقة مو فقرها فاقة فكتمها عن الناس 3 أيام كان حقا على الله أن يؤتيه رزق سنة من حلال. 3 أيام يضبط أعصابه وما يشعر نفس. ليش؟ يعني لأنه بيقدر الإنسان يتحمل الجوع 3 أيام فوقت لها قديه؟ أسبوع ما بيقدر بيفقع. في بيئتنا ما في فاقة هذيك الفاقة لكن خلينا نقول فاقة. ولذلك يا سيد العزيز أعظم الناس عند الله الواثق بالله. خلقني ما بيضيعني، خلقني وخلق رزقي معاي. إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله. لكن هذا الحكي ما بتفرح فيه إلا وين؟ أول ليلة بتخش القبر الجماعة بكفنوا فيك وبصير الله يرحم وقع بينا طيب وانت وين؟ هم ربطوا في رجليك وديك
والحور العين شو يقولوا؟ يلا تعال بسرعة. قلت مين انت؟ قد انا حبيبتك يا عمري، انت مت في حياتي. اسعد يوم في حياتي. قرأت يا شيرين يدفنوني. مين مرت معاه هذا؟ ما مرت معاكم؟ أسألكم بالله العظيم ما مرت معاكم وإذا كانت الصالحة قالت قدموني قدموني؟ إيش يعني قدموني قدموني؟ ادفنوني في الحديث. ها؟ قدموني دفنوني ما ضل عندكم الموت. هي الكيفية. القبر روضة من رياض الجنة. القبر روضة من رياض الجنة. أسأل الله العظيم أن يجعله روضة من رياض الجنة. آمين. شكرا لأمة محمد يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والفرحة الثانية وين يا حبيب عمري؟ زي ما بقول لك لما تخش القبر الرجل الصالح اللي مثل أفضالكم شاء يلا خش القبر ما دوست راح بقول له السلام عليكم. هلا وعليكم. شو واحد خيو من انت بالمؤخر ابيض زاكي هالوجه ممشط مضبط اهلا وسهلا تفضل. قال يعني انت ممكن ونكير اللي حتقول عنك قبل شوي؟ قال لا انا اعملك الصالح رفيقك يوم القيامه. قال خلقتك كويسه. قال طبعا حسب شغلك حبيبي. قال اقعد خلينا نشوف. قال ما في وقت للسواليف هسه بيجي عليك شباب اثنين تراهم لونك بتشوفهم كويسين اخوان اثنين واحد اسمه منكر واحد اسمه ذكي. بيسألوك كم سؤال قل هو الله ربي حقه محمد النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام ديني والقرآن إيماني. ليه؟ قال ولهم يجيبين. قال لا تخاف منهم اثبت. فبيجوك منكر ونكير وش يقول السلام عليكم. قال هلا عيونهم بيطلع منه النار ونيابهم نار يجران ايش؟ شعورهم يطلب شعورهم منظر مرعب. لكن شو بيقولوا لك؟ كيف حالك يا ولي الله؟ المنطق ما بيتناسب مع ايش؟ قال مؤخر مين حضراتكم؟ قال انا منكر اخوي نكير. قالوا المهد اللي معك وين؟ قال هذه اجابه. هذا حبيبي لو واحد سكر جيب حد. ودهم يخبوها عنك بس الأوامر إنهم يوروك إياها. الأوامر يوروك إياها. من ربك وما دينك ويا لي سألوني من ربي أنا قضيناها الله. قال والله قد كنا نعلم ذلك منك. قد كنا نعلم